السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه بشرتي مع خديجه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم انا غندير لكم فيديو على الديرمارولر، لان جاتني اسئله كثيره ملي درت هذا الفيديو الاخر على ديرمابان. وبغاو الناس طلبوا مني ندير لهم جلسه على الديرمابان. انا دابا ما عنديش ديرمابان، عندي ديرمارولر. الديرمارولر هي بحال ديرمابان، نفس البرانسيب، نفس الخدمه، بحال الاحتياطات الاستعمال بحال. المهم انا غندير لكم عليها جلسه، وفايسه دايره جوج ديال لي فيديو على الديرما رولر. ودابا غنعاود ندير لكم هذه الجلسه هذه اللي غندير معاها سيروم ديال الفيتامين سي اللي فيه لاسيد هيالورونيك، وفيه فيتامين غادي ندير لكم معاها باش تعرفوا كيفاش كنستعمل. قبل ما نبداو ضروري خاص النظافه، خاص تكون يديك نظيفه، وخاص تكون الوجه حتى هو نظيف. اولا غادي نستخدم الحليب لو لي باش ننظف البشره ديالي. هذه هي كبدايه لازم نستخدموا الحليب ننظفوا به البشره ديالنا. نشف. من بعد لو لي غادي نستخدم الطونيك، اللي ضروري نخدموا الطونيك من بعد. غادي ناخذ غوماج، ضروري نستعملوا غوماج للبشره باش نحيدوا الجلد الميت، وباش نستافدوا من الجلسه. سينو راه ما يمكنش تستافدوا منها الا ما كانش الوجه ديالكم نقي. ضروري تستعملوا غوماج للبشره. ان شاء الله ملي تجي الديرمابان، انا دابا راه مصيفطه عليها باش تجي، غندير لكم جلسه ديال الديرمابان. دابا هذه جلسه ديال الديرما رولر. غادي نعاود ندير طونيك باش نحيد هذاك الاكسي ديال من بعد. غادي نتكلم لكم على الديرما رولر. الديرما رولر هي هذه، ندير الليمات ديالي، هي هذه. فيها بزاف ديال
فيها 20 0.20 ملم، فيها 0.25 0.30 0.55 أي يعني 0.5 75 فيها حتى 3 ملم. ها هما كلهم مكتوبين هنايا. انا عندي هنا 0.5 اللي كتباع بحال هكذا. الرقم اللي عندك تيديروا لك عليه نقطه. فهمنا؟ دابا هذه هي الديرمارولر كتجي بحال هكا. هذه علامه ديال الجوده ديالها، لان كاين فيها ديال التيتانيوم وكاينه ديال ستانلس. المهم هي هذه الديرمارولر فيها هذوك الشوكات الا كيبانوا لكم، شفتوهم؟ واحد لي باري صغيورين هما اللي هضرت لكم عليهم، هذه خاصك ضروري تكون دائما تعقميها بالالكول، تغسليها بالماء وتعقميها بالالكول عاد باش تخدمي بها. انا هي عندي ودائما كتحتفظي بها في العلبه ديالتها. هي هذه الديرمابين شكل اخر، هي بحال ستيلو. هذه تنخدموا بها ميكانيكيه، يعني حنا اللي هذه يدويه حنا اللي تنحركوها بيدينا. اما الديرمابين كتخدم هي بوحدها، انت غير كتحركي يديك وهي كتخدم. هذه خاصكم تخدموا بها. الطريقه باش تخدموا ها هما هاد اللي مورينكم هنا، دايرين لكم الشوكات اللي تيكونوا فيها هما هادو. الطريقه باش تخدمي بها راه دايرينها في العلبه، يعني كتمشي على طريقه مثلا هذه زائد، او كتمشي على طريقه ديال في كتمشي بالطريقه هكا، شويه كتمشي هكا شويه كتمشي هكا على طريقه نجمه. هذه هي الطريقه باش تبداي تخدمي بها. هي سهله هذه، يمكن لكم تقتنيوها وتخدموا بها في الدار ديالكم. مزيانه بزاف، كتحفز الكولاجين في البشره، كتحفز ليلاستين، كتمشي الدوره الدمويه، كتقضي على الترهلات ديال البشره، كتقضي على التصبغات، كتسد المسام، بزاف ديال المنافع عندها. ويمكن لكم ديروها حتى الشعر. بالنسبه للناس اللي عندهم، راني دايره فيديو على الشعر بالنسبه للناس اللي عندهم كيف تنقولوا حنا التونيه. هذيك التونيه اللي كتحيد الشعر وكتولي البلاصه ملسه، كنخدموا بها بهذه. راه كانوا كيستخدموها، كتستخدم حتى في الحجامه، كيجرحوا هذاك المكان وكيجرحوا وتيديروا ليه الثومه. هذه غادي مثلا دابا حنا غنستخدموا بها مع السيروم، غنخدموها مع السيروم وغتشوفوا الطريقه كيفاش كنخدموا بها. السيروم هو هذا سيروم ديال فيتامين سي، وفيه لاسيد هيالورونيك وفيه الفيتامين او. غادي نخدم به باش تشوفوا الطريقه كيفاش تخدم. هي شنو الهدف منها؟ هي انها كدير واحد الفتحات في البشره، هادو بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديوهات الاخرين، كدير واحد الفتحات في البشره، وهادوك الفتحات هما اللي كيديروا الطريق للسيروم، او اي سيروم لاي مشكله انت بغيتي ديري السيروم، مثلا التجاعيد بغيتي ديريه للبقع، بغيتي ديريه، المهم هذاك السيروم كيدخل للطبقات ديال الجلد وكيصلح البشره وكيرممها. لو برينسيپ ديالها هو اشنو؟ لو برينسيپ هو ان ملي كدير هي فتحات في البشره، المخ ديالنا كيعطي اشاره للخلايا وتيقول لها باللي راه البشره الجسم كيتهاجم في واحد المنطقه معينه، مثلا في الوجه كيتهاجم الجسم، كتمشي هذيك الخلايا كترمم هذاك المكان اللي كتهاجم فيه اللي كيتهاجم فيه الجسم، وبهذا كتقضي على المشاكل، لان الجسم كيرمم نفسه بنفسه، زياده على ان السيروم اللي كديري حتى هو كيساعد. مثلا الا كنتي دايره على التجاعيد، او دايره على لي طاش، او دايره على التصبغات، او مثلا لي فيرجيتور، الناس اللي عندهم لي فيرجيتور، كذلك الناس اللي عندهم المسامات واسعه، بالنسبه للناس اللي عندهم البشره دهنيه كتكون عندهم المسامات واسعه، وكاين اللي كيديروا مثلا حتى على
الخدوش اللي كتخليها اللي كيخليها حب الشباب، كيخلي لك لي طاش في وجهك، هذا هو كتصلح ليهم. كذلك بالنسبه قبل ما نستخدمها انا غسلتها، ولكن غادي نخوي عليها الالكول هذا اللي عندي، باش تحيد منها الا كانت فيها شي بكتيريا ولا شي حاجه تحيد منها. هنا نحيد منها الالكول، بحيث حتى هو الالكول راه مضر للبشره، ما خاصوش يكون فيها الالكول وديريها للبشره ديالك. تعقم وتنشف شويه عاد باش ديريها للبشره. الطريقه ديال الاستخدام ديالها انا غنوريها لكم دابا، ويكونوا حتى يديك معقمين، حتى يديك عقميهم باش ما طيحيش في شي مشكله. نديرو شويه ديال الكول في اليد ديالنا، نعقموها باش ما نطيحوش في شي مشكله، او نخدموا لي غون ديالنا. هنا غادي نبدا، لانني هي من الاحسن تكوني متكيه ويكون شي حد اللي كيصاوبها لك. انا دابا انا درت السيروم وغادي نبدا نخدم بها. غنبدا من هنايا. تخدمي على طريقه الزائد، كتخدمي نجمه، هي كتخلي لك واحد الحموره ولكن ماشي كضر، ماشي مضره. غير انت ما تستخدمي، ما تبعدي على مصادر ديال الحراره، تبعدي على الحمام، ما تمشيش للحمام هذيك يومين او 3 ايام اللي انت استخدمتي فيها الديرما رولر. تبعدي على مثلا ما ديريش مكياج ديك يومين 3 ايام، ما ديريش مكياج. هانتوما كتشوفوا الوجه ديالي بدا تيحمر، كنخدم تندير باش يستفد منها الوجه كامل. هانتوما كيجي احمرار خفيف ولكن ماشي صعيب. في نفس الوقت نخدم السيروم اللي غادي ندير. مثلا 10 المرات هكا، 10 المرات هكذا، 10 المرات هكذا، انت غاديه وكتخدمي بها. انا كنت كنديرها واحد الوقت وجهي ولا مزيان، ولاو الناس تيقولوا لي اشنو كديري الوجه ديالك بسبب هذه. ولكن دابا انا شويه مع تشغلت ما بقيتش كنديرها بزاف. هي بالنسبه للناس البدايه غديريها كل 10 ايام، من بعد انت غادا وكتنقصي في الوقت. دابا انا درتها مع السيروم. ما تنساوش بلي راه اليد معقمه. كتقضي على التجاعيد، كتقضي على لي طاش. الناس اللي عندهم بقع بنيه مع المده كتمشي هذيك البقع.
ولكن راه ماشي تخدميها مره واحده وتقولي ما دارت ليا والو. هي راه كتبان الريزولطا من الاول، بعدا كتبان الريزولطا في الاول بالنسبه لهاد التجاعيد اللي عندي انا هنايا. هي كتقضي بزاف على التجاعيد الرقيقه اللي كتكون هنا، اللي كتكون حدا العين. الا لاحظتوا راه وجهي بدا تيحمر. خاصني نستخدمها، نتوما شفتوا وجهي. دابا غادي نتبعها واحد، خاصني ضروري نتبعها لان انايا هاد الايامات انا كنت مشغوله، هملت وجهي بزاف. كيقول لك غزاله ومغطي بالفلت، هي هذه ديالتي انا. ندخل لي السيروم الفم ديالي. كتخدمي بجميع الاتجاهات، كتخدمي عباره عن نجمه. هذه اللي عندي انا راه غير 0.5. بالنسبه اللي عندهم الوجه ديالهم مثلا البشره ديالتهم سميكه غليظه، بحال اللي كتكون عندهم الناس اللي عندهم البشره دهنيه، يمكن لهم يخدموا بواحد مليمتر. هذه 0.5. هانتوما كيبان لكم الوجه ديالي ولا احمر. كاين الناس اللي تيقولوا يديروا معاها البنج، مثلا داك واحد لاكريم ديال البنج كامله. انا كنخدمها بلاش، ولكن كنظن باللي كيخدم اللي غادا تخدم واحد مليمتر يمكن ليها تخدم البنج، لان هذه غير 0.5 مليمتر. يمكن تخدم حتى للفم. وحذاري ديروها تكون البشره ديالتكم متسخه. ضروري البشره تكون نقيه باش ما تطيحوش في شي مشكل مع البكتيريا اللي كتكون في الجسم ديالنا. وإلا فيك الحبوب مثلا اللي فيها حب شباب ملتهب ممنوع ديرها. اللي عندها حب شباب ملتهب ممنوع ديرها. الا كانت فيك غير حبه وحده في الوجه ديالك ما تخدميهاش فوق من الحبه نهائيا، لان الحبه غتجيب لك البكتيريا كلها وغادا تضيعها لك في وجهك كامل. كنحس واحد شويه ديال الحريق في وجهي، ولكن ماشي مشكله. يمكننا نخدموها حتى فوق البوبيير، لان هذه غير 0.5، يعني نقدروا نخدموها فوق البوبيير ديال العين. دابا هنا ضروري
خاصني ندير اكرون سولير الا بغيت نخرج مثلا للشمس. كتشوفوا كنخدم مره هكذا مره هكذا. وكندير في نفس الوقت كندير السيروم في نفس الوقت باش تستافد منه البشره ديالي، باش يدخل مزيان، كيدخل عبر هذيك الفتحات اللي كدير هاد الديرمارولر. كنحس بالوجه ديالي تيحرق لي شويه، ولكن هذاك الحريق تتستحمليه. هي ممنوعه على السيده الحامل، المراه اللي كتكون اونسانت ممنوع ديرها، ممنوع الناس اللي عندهم ليغبيس، الناس اللي فيهم حب الشباب ملتهب ممنوع يديريها، الناس اللي عندهم اللي تياخذوا الدواء ديال تخثر الدم ما خصهمش يديروها. انا واحد الوقت كنت متبعاها ولا الوجه ديالي مزيان، كنت دابا انا هملتها شويه. ساعه دابا قررت نكملها ان شاء الله على ما تجي الديرمابين ندير لكم عليها فيديو باش تشوفوا كيفاش كتخدم. عندي انا شويه المسامات هنا واسعين لان عندي بشره مختلطه. البنات اللي تيسولوني على الجلسه، اذا ما كتشوفوش الفيديوهات ديالي كاملين، انا درت فايته دايره 2 جلسات ديال الديرما رولر هادي نيت، دايره 2 جلسات 2 ديال الفيديوهات عليها. حريق خفيف ما صعيبش. نديرها تحت عينيا. انا عندي ترهل هنايا، نديرها هنا في هاد الباط دوا، تيقولوا لهم باط دوا، هاد لي غيد اللي تيكونوا هنا حدا العين. ضروري ديروها مع سيروم. مثلا بغيتو ديروا سيروم اونتي طاش، سيروم فيه لاسيد هيالورونيك، سيروم فيه الزنك، سيروم فيه فيتامينات البشره، كلهم هادو كيدخلوا للبشره مزيان بهذه الطريقه هذه، وكتستافد منهم البشره مزيان.
خلي العينيه. هذه علاش كندير المحيط العين، لانها غير 0.5. اما 1 مليمتر ما يمكنش ديروها المحيط العين. حاش شويه وجهي تيحرق لي، ولكن ماشي شي حاجه، ما كيحرقش بزاف. اي بلاصه حسيتو بها ما تخدمتش مزيان، عاودوا خدموها. شوفوا الوجه ديالي ولا احمر هنا. كتخدموا على طريقه زائد او نجمه، المهم تحسوا نتمنى تكونوا استفدتوا من الطريقه، راه سهله. اما الديرمابين ان شاء الله ملي تجي توصل غندير لكم بها عليها جلسه حتى هي باش تشوفوها كيفاش كتخدم. هانتوما شفتوا الجلسه كيفاش خدمناها. درنا السيروم. هنا يمكن لينا نديرو مثلا بالنسبه لي باش بالنسبه للديرمابين راه كنديرو معاها لا لومبليد، داك لا لومبليد باش تزيد تحفز الكولاجين والإلاستين في البشره، وباش تعقم لينا البشره وما نخافوا منها من حتى شي حاجه. دابا انا غادي ندير عليها واحد الكريم ايدغاطونط، لان باش الكريم باش يساعد السيروم باش يرطب ليا مزيان البشره ديالي. بالنسبه للناس اللي عندهم لي غيد اللي كيكون عندهم تجاعيد هنايا دايره بالفم ديالهم تيقضي عليها. من بعد ملي كنساليو منها كنغسلوها بالماء. من بعد ما كنغسلوها بالماء كنعاودو نعقموها بالالكول، ضروري نعقموها بالالكول عاد باش نردوها للمكان ديالها اللي كتبقى محتفظه به بحال هكذا. دابا انا خويت عليها الالكول
قبل غسلتها بعدا بالماء عاد باش درنا لها الكول، وتنخليوها في المكان ديالها بحال هكذا، تبقى في المكان ديالها باش تبقى محفوظه، ونغطيوها بالغطا ديالها باش تبقى بعيده وتبقى نقيه وما تجمعش لينا البكتيريا، لان ملي غنعاودو نخدموا بها ما ديرش لينا شي مشكل في البشره ديالنا. دابا غندير واحد الكريم فوق وجهي، راه باقي تيحرقني شويه ماشي مشكل. هنا كنعرفوا باللي كتحسي بوجهك بواحد الطابوطمون، واحد الحريق اللي تيكون شويه خفيف ماشي كتير. هي من الاحسن ديروها بالليل وتا الصباح، وديروا تنظفوا البشره ديالكم وديروا كريم، ديروا واقي الشمس. من احسن بالليل باش يلا يبرد الوجه، يلا تحيد منه هذيك الحموره، وديروا واقي الشمس ديالكم. ما ديروش مكياج واحد يومين ولا 3 ايام من بعد الجلسه. يمكن لك تعاوديها مره في 10 ايام. بحال دابا انا ما غاديش نديرها مره في 10 ايام لان انا مولفه كنديرها وعارفه كيفاش شنو ديالها. غنديرها مثلا غندير نهار 1 جور سور 2 ونبدا ندير لي كريم ديالي اللي مولفه. هاد السيرومات اللي انا بغيت نديرهم على قبل المشكل اللي عندي. شنو اخر نقول لكم؟ مثلا ما تمشيوش لابيسين، ما تمشيوش الحمام، ما تحكيش وجهك، ما ديري حتى شي حاجه ما ديريها للوجه ديالك، بحال المكياج، بحال الفون دو تان، بحال داكشي ما ديروش نهائيا. شنو اخر؟ ما تمشيوش لمصادر الحراره، بعدوا عليها نهائيا. الشمس بعدوا عليها، الفران ديال الدار او اي حاجه غتجيب لكم الحراره بعدوا عليها. الحمام ما تمشيوش ليه. الناس اللي عندهم الحبوب، عندهم حب الشباب، ما يديروهاش. الا فيك غير حبه وحده ما تمسيهاش، ما تدوزيهاش عليها. مثلا فيك حبه هنا غديري هكا لصبعك وغتخدمي الجناب ديال ديك الحبه وما تخدميش نهائيا الحبه، ما تمسش لك الوجه ديالك، ما تمسش لك بالديرمارولر. وهذا هو الديرمارولر، وبحالها بحال الديرمابين، غير الديرمابين ميكانيكيه كتخدم بوحدها، انت غير كدوزيها. هذه كنخدموها حنا بيدينا، حنا تنحركوها، هي كتحرك بوحدها، كتبقى هي كدير بحال هكا، كتحرك بوحدها وانت كدوزيها وهي كتخدم، انت كدوزيها وهي كتخدم حتى كتكملي الوجه كامل. هذه هي الديرمابين. والديرمابين كيف قلت لكم كتحكمي انت في العمق ديال الابر ديالها، وكتحكمي في عدد ديال الابر اللي بغيتي تخدمي بهم، وكتحكمي في لا طونسيتي ديالها. مثلا بغيتي ديري غير شويه خفيف، بغيتي ديري مجهد، هادشي اللي بغيتي. اما هذه يدويه كتخدمي بها غير بيدك. هذا هي الديرما رولر. وراه الا شفتوا الخدمه ديالها راه بحال الديرمابين. راه نتوما شفتوني كيفاش خدمت بها في الوجه ديالي، ها نتوما شفتوا الوجه ديالي كيولي احمر. ما تخافوش منها، راه زوينه، راه كتشد انا ما بغاش تمشي في حالاتها. خدموا بها راها مزيانه. بالنسبه للناس اللي عندهم تجاعيد، بالنسبه للناس اللي عندهم المسامات واسعه، بحال الناس اللي مثلا عندهم البشره ديالتهم مختلطه او البشره ديالتهم دهنيه وخلات لهم ديك المسامات، راه مزيانه المسامات. كذلك مزيانه ليطاش، مزيانه كتحفز الدوره الدمويه، كتحفز ليلاستين والكولاجين في البشره. هادشي كله راه كديروا، وانا راه عطيتكم احتياطات الاستعمال. كنتمنى البنات تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، وما تنساوش لي لايك وفعلوا الجرس وتسجلوا في القناه وفعلوا الجرس باش تدعموني، باش تشجعوني ونزيد ندير لكم فيديوهات بحال هذا. وان شاء الله ملي تجي ديرمابين انا غندير لكم عليها جلسه باش تشوفوا كيفاش كتخدم. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.